السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم الشباكيه اللي ما يمكنش يجي رمضان وما نصوبوهاش. واحد الشباكيه اللي كتجي لذيذه بزاف، عامره بالعسل ومجعبه من الداخل. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش داير من الداخل، وبطريقه جد سهله ومبسطه. ندوزو على بركه الله للطريقه ديال التحضير والمكونات. في خلاط غادي ندير نص كاس ديال زيت الزيتون، ونص كاس ديال زيت المائده، وكاس لاروب ديال الزبده المذابه، معلقه كبيره ديال القرفه، ومعلقه كبيره ديال النافع. عندي هنايا كذلك واحد كاس ونص ديال الزنجلان اللي محمر ومطحون مزيان، وكاس ونص ديال اللوز. غادي نطحنهم مزيان. هنايا عندي ضامتي ديال الزعفران، غادي نزيد عليها كاس ديال الماء وغادي نديرها فوق النار حتى تذوب ليا. قبيصه ديال الملح. عندي صفار بيضه. طبعا هاد المقادير ديال كيلو ديال الطحين. غادي نزيد ساشيه ديال الخميره. غادي نخوي الخليط اللي طحنا مزيان صافي، وغادي نخلط حتى يندمجوا ليا هاد المكونات هادي. من بعد غادي نزيد معلقه كبيره ديال الخل، وغادي ناخذوا الخليط ديال الماء مع الزعفران. غادي نزيد عليهم 2 كيسان ديال ماء الزهر. غادي نجمع الخليط ديالي. طبعا الا ما تجمعتش لكم العجينه ديالكم غادي تزيدوا واحد الكويس ديال الماء. انا ما تجمعتش لي العجينه، وزدت كاس ديال الماء درتها في العجانه حتى تعجنت ليا مزيان، باش كنقصوا علينا يعني التماره. راكم عارفين بلي الشباكيه كيكون فيها شويه ديال التعب. غادي نقسمها الكويرات وغادي نديرهم في بلاستيكه وغادي نخليهم يرتاحوا. من بعد ما يرتاحوا ليا هاد يعني العجين ديالي، غادي نطلقوه على هاد الشكل هذا كيف ما موضح في الفيديو. غادي نطلق مزيان وغادي نطويها على 4 بحال اللي كنطويو الرغيفات ديالنا. هاد العمليه هادي كنديروها باش كتجينا الشباكيه ديالنا مجعبه من الداخل. كيف ما كتشوفوا غادي نطوي على 4 وغادي نحطها في بلاستيكه وغادي نخليهم يرتاحوا كيف ما كتشوفوا. او كنوريكم كيفاش كتجي يعني العجين من الداخل كتولي مورقه. دابا غادي نقسمها على 3. هذاك المربع اللي صوبنا كنقسموه على 3 وكنديروا يعني باش كيجينا ما كتضيع ليناش العجينه ديالنا فاش كنبغيو نشبكوا الشباكيه ديالكم. كنطلق مزيان بالدلاك. طبعا في هذه الحاله هذه اللي عنده ديك الماكينه ديال التورق كتورقوا فيها افضل، يعني الدلاك كياخذ معنا بزاف ديال الوقت باش كتورقوا العجين ديالكم. انا استعملت هذه القطعه هذه صراحه كتنفع بزاف وكتسهل علينا. يعني ما كتاخذش معنا بزاف ديال الوقت، دغيا كتطلقوا وكتشبكوا دغيا، ماشي بحال القطعه يعني العاديه اللي كنا كنستعملوا شحال هذا. صراحه راه فيها بزاف ديال الاشكال. انا هذه فيها 4، كاينين ديال 5 وكاينين ديال 6. صراحه كتنفع بزاف. انا هذه الطريقه ديالي في التشباك، كنبقى نهز شريط ونحط شريط ومن بعد كنقلبهم وكنطلع وكتعطيني هاد الوريضه هذه كيف ما موضح لكم. صافي كندور صبعي وكنطلع. طبعا كل واحد كيدير يعني تشبيكه اللي كتجيه ساهله وكيخدم بها دائما. انا هذه معتمدها هذه سنين منين بديت كندير الشباكيه وانا كندير هاد التشبيكه هذه. صراحه كتجيني ساهله ودغيا كنسربي وكتعطي يعني منظر زويون. الشباكيه ديالكم باش ما تجيكمش الا شفتوها بدات كتلقات لكم بزاف ولات العجينه مطلوقه، من الافضل تدخلوها في الثلاجه وكتبقاو تجبدوا جوج بجوج حتى كتساليو. الا بقيتو خليتوها كامله على برا كتولي مرخيه بزاف، وفاش كتجيو كتشبكوا ما يعني ما كتشبكش لكم، ما كتخرج لكمش تشبيكه زوينه، كتعذبكم شويه. صافي كنديروا الزيت حتى كيسخن مزيان وكنديروا الشباكيه ديالنا كتقلى. طبعا على عافيه تكون متوسطه، ما تجهدوش ليها العافيه باش ما تخطفش ليكم
وكنسقطروها من الزيت ومباشره كنحطوها في العسل وكنضغطوا عليها بشويه باش كتشرب لينا العسل. كنخليوها في العسل حتى كنتقرب القليه الثانيه طيب لينا، وعاد باش كنهزوها كنحطوها طبعا في شي صفاي اولا كسكاس باش كتسقطر لينا داك العسل. كيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل ديالها من بعد ما حطيناها كتسقطر هنايا في الكسكاس. كنتمنى ان شاء الله الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها، وبصحه والراحه ورمضان مبارك سعيد.